اخواتي كابتن سيد عبد الحفيظ هو المسؤول الاول داخل نادي الاهلي. طب مين اللي قال كده؟ كابتن محمود الخطيب اجتمع ب كابتن سيد عبد الحفيظ وقال له انت المسؤول الاول على الفريق كله. تخيل كابتن سيد عبد الحفيظ وهو كان ماسك مدير الكوره كان جامد قوي. تخيل بقى الراجل ده اما يبقى هو المسؤول الاول عن فريق الكوره، هو المسؤول الاول في النادي الاهلي حاليا. الراجل ده كفيل اللي هو يعدي الاهلي، كفيل اللي هو يظبط فريق بالكامل. يعني هو كان مظبطه، هو مدير كوره، تخيل بقى ما يبقى رئيس النادي الاهلي. فبجد انا مع القرار ده جدا، ومع قرار ترشحه لرئاسه النادي الاهلي، لانه جامد قوي 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 قوي. ده كفايه الكلاحه بتاعته بس على الزمالك، يعني كفايه الكلاحه بتاع الكابتن. طبعا انا بحبه جدا، ده انا بحب الكلاحه بتاعته جدا. فتخيل بقى هو ما يتكالح على جمهور نادي الزمالك، هو اصلا كان بيتكالح وهو مدير كوره، تخيل بقى لما يبقى رئيس النادي الاهلي الكلاحه بتاعته هتزيد. فانتوا يعني جمهور هتشوفوا ايام بيضاء الفتره الجايه جمهور الزمالك. وليه بقى رايكم في قرار كابتن محمود الخطيب؟ وسلام.